80 دولة مفتوحة للمصريين. مستغرب ليه؟ تعالى معايا نعرف كل التفاصيل. أنا نادر فايز، بقدم محتوى عن السياحة والسفر، وجايب لكم النهاردة دول تقدر تزورهم بجواز سفرك المصري من غير ما تعمل تأشيرة. أول حاجة، الدول اللي ما بتحتاجش التأشيرة، يعني بنحجز طيران ذهاب وعودة مؤكدة وحجز فندق مؤكد ومش بنحتاج تأشيرة. الدول دي كتير، زي مثلا بربادوس في أمريكا الشمالية لمدة 90 يوم، وهكذا. كل دولة مكتوب جنبيها المدة المسموح لك تقعدها في الدولة بدون تأشيرة. ودي كانت مجرد بداية، في دول كتير تانية ممكن تزورها من غير تأشيرة زي ماليزيا وهونج كونج. تاني حاجة، الدول اللي تحتاج تأشيرة عند الوصول، يعني أول ما بتوصل البلد بتستلم تأشيرة من المطار. كل الدول اللي قدامنا دي سهلة علينا إن احنا نسافرها، بس بيشترط ما يكون معانا تذكرة ذهاب وعودة، حجز فندقي، ومصاريفك في مدة الإقامة تكون بعملة البلد أو بالدولار. لو ملقتش الدولة اللي بتدور عليها في القائمة الأولى متقلقش، في دول تانية كتير بتدي تأشيرة عند الوصول زي سيشيل والمالديف. تالت حاجة، الدول اللي بتحتاج تأشيرة إلكترونية. تأشيرة إلكترونية سهلة وبسيطة، بتعملها أونلاين من بيتك أو بتكلمنا بنقدملك عليها. أكتر من 50 دولة تقدر تقدم عليهم أونلاين عن طريق مواقع الحكومة أو شركات السياحة، بدون أي أوراق ولا مقابلات في السفارة. بس لازم تكون مستعد كويس، احجز طيرانك وفندقك واعرف الشروط الخاصة بكل دولة، ولو في دول بتحتاج تصريح أمني. وما تنساش تعمل سيف للفيديو، واتمنى يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، وشيره بقى لاصحابك. ولو عايز تعرف اي تفاصيل اكتر عن اي دولة سيبلي كومنت تحت الفيديو وهجاوبك عليه.